بيبدأ مسلسلنا النهاردة ببطلتنا تشو، ودي الطالبة المسؤولة عن الإذاعة في الكلية، وبترحب بضيف مهم جدا بيزور الكلية النهاردة، والضيف ده يبقى بطلنا الرئيس ليانج. وبنعرف إنه خلال 3 سنين قدر يخلي شركته ضمن أفضل 20 شركة في قائمة فوربس، ودي أكبر معجزة تجارية. وبيوصل الرئيس ليانج ومع رجالته والمساعد بتاعه بيقول له إن أمه اتصلت عليه وبتعرفه إنها حددت له مواعيد مع أكتر من بنت، وكلهم وريثات عائلات مرموقة. ولكن بطلنا بيطنشه وبيسرح في بنت كان معجب بيها من زمان، وبيقف فجأة لما بيسمع اسم مقدمة البرنامج واللي هي تشو. وقتها بنعرف ان الرئيس ليانج جاي علشان يستحوذ على الكلية ويشوف كمان لو في بنت هتعجبه ويخلص من زن امه. فبيقابل المدير وبيطلب منه عقد الاستحواذ، وهم في طريقهم للمكتب علشان التوقيع على العقد. فبتدخل الطالبة نانا على تشو وبتاخد منها استمارة التقديم لمسابقة اللغات الدولية كاس اوكسفورد. فتشو بتصرخ وبتطلب المساعدة، والرئيس ليانج بيسمعها وبيعرف انها في قاعة الإذاعة، فبيروح على هناك بسرعة. وبنعرف ان ابو نانا دبلوماسي وامها عضوة في مجلس إدارة الكلية. فبتقطع استمارة بطلتنا وبيكون فاضل وقت بسيط وتنتهي مرحلة التقديم للمسابقة. فبطلتنا بتخبط نانا وبتهرب من القاعة وهي دايخة، وقبل ما تقع بيجري عليها الرئيس ليانج وبيتزحلق على الأرض وبتقع في حضنه في أجمد مشهد رومانسي جدا. وبيشيلها وبيروح لدكتور الكلية، وهي طول الطريق بتقول له ينزلها علشان تسجل في المسابقة، ولكنه بيقول لها ان حياتها اهم من اي مسابقة. وبعدها بتفوق تشو وبتشيل المحلول من ايديها وبتشكر ليانج وبتمشي، ولكنه بيمسكها وبيطلب رقمها بحجة انها تغسله اللبس اللي اتوسخ بسببها وتتصل بيه علشان ترجعه له. وفعلا تشو بتديله رقمها وبتاخد اللبس وبتطلع تجري علشان تسجل في المسابقة. ولما بتسجل بياناتها بتلاقي الفلوس اللي في حسابها خلاص خلصت، وبتعرف ان حبيبها هاو اخدهم وقاعد بيدفع هو واصحابه على حسابها. والمشكلة ان الهبلة بتقول له خلاص مش مهم، هي هتتصرف وهتشتغل بدوام جزئي علشان توفر مصاريف المسابقة. اما ليانج فبيعرف انها في سنة تانية في كلية اللغات قسم انجليزي، وحلمها انها تكون مترجمة وتشترك في مسابقة كاس اوكسفورد. وبعدها بنشوف تشو بتشتغل في بار وبتقدم مشروبات للسيد وانج، وبتدخل تحدي على شرب كاس واحد ب 500 يوان. ولما بتشرب الكاس الزبالة وانج بيجيب لها كاس تاني وبيحط فيه مخدر، وبيقول لها لو شربته هيديلها 2000 يوان. ولما بتضطر تشو تشرب الكاس بتوقع السيجار غصب عنها في كاس الزبالة وانج، فبيتعصب عليها وكان هيضربها، ولكن بيوصل ليانج في وقته وبيضربه وبيطفي السيجارة في بقه. ولكن الغبية بتروح تعاتبه انه ضيع عليها ال 2000 يوان، فبيعرض عليها تروح معاه وهو هيديلها اللي هي عايزاه. فبتاكله قلم محترم وبتعرفه انها مرتبطة ومش بتعرف رجالة مقرفة زيه. وبعدها بتعرف بطلتنا ان مصاريف المسابقة اتدفعت، وكمان اجتازت الجولة التمهيدية لحضور المسابقة، واللجنة المنظمة بتبلغها انها تحضر في غضون 3 ايام. وطبعا بيكون ليانج هو اللي عمل كل ده وهي ما تعرفش. ولما بطلتنا بتوصل سكن الكلية بتغرقها نانا بالمية، وبنعرف ان بطلتنا عندها ثقب صغير في طبلة ودانها الشمال. ووقتها بتعرف ان لبس الرئيس ليانج اتغسل، فبتعرفه برسالة وهو بيبعت لها عنوان النادي اللي هو موجود فيه. ولما بتدخل بتتفاجئ بوجود المؤلف تشان، واللي بيعجب بشطارتها جدا وبيعرفها على ليو مدير قسم الترجمة بوزارة الخارجية، وكمان بروفيسور من الترجمة الفورية في الأمم المتحدة، ودكتور في كلية الدراسات العليا للترجمة الفورية في جامعة بكين. وبتستغرب طبعا ايه اللي جمعهم كلهم هنا. فالمؤلف بيعرفها ان اللي جمعهم كلهم هو الرئيس ليانج. وبعدها كل الضيوف بياخدوها علشان تتغدى معاهم ومع بطلنا، وبيجي حبيبها هاو علشان يوصل باقة ورد طلبها ليانج. ولما بيشوفها واقفة قريب من المؤلف بيدخل يضربه وبيكسر الكاس وبيتعصب كمان عليها. فبطلنا الرئيس بيطلب الامن وبيخرجوه بره. وطبعا تشو بتعرف ان ليانج سبب كل ده، فبتسيبه وبتجري على سكن الكلية، ولكنهم بيرموا لها البطاطس بتاعتها بره في التلج علشان اتأخرت دقيقتين. وبيجي ليانج وبياخدها معاه لبيته وبيدخلها تاخد شاور وبيديلها لبس جديد وغالي علشان تلبسه. وبعد ما بتخرج بيصمم يجفف لها شعرها بنفسه علشان ما تاخدش برد. ووقتها بتشوف كتب باللغة الإنجليزية، واغلب الكتب مش موجودة علشان الكمية اللي اتطبعت خلاص خلصت من المكتبات خالص، وهي محتاجاهم طبعا علشان الدراسة وعلشان المسابقة. وبتسأله هو بيحب يقرأهم، ولكن الخدامة بتقول ان الرئيس مش بيعرف يتكلم انجليزي خالص، ولكنه اشتراهم علشان في حد يهمه
بيحبهم، فبتقول له ان هي كمان بتحبهم. فبطلنا بيقول لها الكتاب اللي يعجبها تاخده، ولما بتمسك كتاب منهم بتلاقيه حضنها من ظهرها، وكمان بيقول لها حاجه في ودنها الشمال. ولكن في الوقت ده زي ما احنا عارفين علشان هي تعبانه فبتحس بدوخه، وده علشان موضوع الثقب اللي في ودنها، وطبعا مش بتسمع هو قال لها ايه. ولما بتساله عن اللي قاله بيرد عليها وبيقول لها لا ابدا ولا اي حاجه. فبتطلب منه يسمح لها تقرا شويه في الكتب دي علشان تستعد بشكل كويس للاختبار التمهيدي للمسابقه الدوليه. فبيوافق ولكن بشرط انها تنام اول ما يجي نص الليل. المهم انه بيروح يبص عليها وهي بتذاكر، وبيطلب من الخدامه تسخن كوبايه لبن وتديها لبطلتنا، وبينبه عليها محدش يعمل اي صوت علشان تعرف تذاكر. وتاني يوم بتروح تشو تستعد للمسابقه، وبتحلم انها بتحقق مركز من المراكز الثلاثه على المستوى الوطني، واللي هيقدروا يسافروا خارج الصين في برنامج تبادل طلابي، وساعتها تتحول لمترجم محترف. ولكن نانا طبعا مش هتسيبها تحقق احلامها. ازاي بقى؟ ما يصحش ان واحده من الريف تبقى مترجمه محترفه. وبتحط لها ماده مخدره في ازازه الميه، وبتدخل واحد زباله وبتقفل عليهم الباب وبتمشي، وطبعا الزباله بيتحرش بيها. وتشو بتصرخ وبتطلب المساعده، فبيوصل القمر ليانج وبيضرب الزباله وبينقذها كمان بطريقته. المهم انها بتخرج بعدها للمسابقه، وقبل ما تطلع على المسرح مقدمه المسابقه بترحب بالراعي الرسمي للمسابقه، واللي بيطلع هو الرئيس ليانج. وبتتفاجئ تشو ولكنها بتطلع بكل ثقه على المسرح. وبنرجع لبطلتنا اللي بيطلب منها تتكلم عن بلدها لمده 30 ثانيه، والمفتريه نانا واصحابها بيعتقدوا ان تشو هتتكسف تتكلم عن القريه اللي هي اتربت وعاشت فيها، واكيد طبعا هتتسحب من المسابقه. ولكن تشو بتكبسهم وبتتكلم بكل صراحه عن حياتها البسيطه ومدرستها اللي كانت بتمشي 4 ساعات علشان تروحها، وكمان ان ما كانش عندهم مدرس لغة انجليزية اصلا، ولكنها حبت الانجليزي وحلمها انها تكون مترجمة. واول ما بتخلص كلمتها بطلنا والكل بيقف وبيسقفوا لها، والحكام بيختاروها في المركز الاول. وبعدها نانا بتتجنن وبتخنق صاحبتها وبتقول لها انها ما حطتش المخدر في المية، ولكن البنت بتحلف لها انها حطت المخدر فعلا. فصاحبتها التانية بتقول لها ممكن يكون في شخص ساعدها، فبتستنتج المفترية ان اكيد واحد من الحكام قضى معاها الوقت ده، وبتقول طبعا ازاي الفلاحة دي تفوز عليها من غير اي مساعدة. وبتقرر تجيب تسجيلات كاميرات المراقبة لأوضة تغيير الملابس، ووقتها بيكون اصحاب تشو بيهنوها بالفوز، وكمان حبيبها هاو بيقدم لها باقة ورد. وبعدها بفترة بتكتشف تشو انها حامل، وبتعرف ان ابو الجنين هو ليانج، وبتقول لنفسها انها مفلسة ومش معاها فلوس تعمل الفحص الطبي. ولما بتروح تاخد فلوس من هاو اللي مش فالح غير في اللعب، بيقول لها انه سلف فلوسه لصديقه امبارح. وتاني يوم في الكلية صاحبة بطلتنا ليان بتعرفها ان في شغل ترجمة فورية ب 800 يوان في اليوم، فبتوافق تشو علشان المبلغ ده يكفي طبعا للفحص الطبي. ولكن صاحبتها بتقول لها ان في شغل افضل منه، وهو انها تشتغل مترجم مرافق ب 5000 يوان في المرة الواحدة، ولكن لازم تلبس لبس شيك وراقي علشان هتتعامل مع الاجانب. وبالليل بتلبس تشو وبتروح علشان تقابل العميل الاجنبي، وهناك بتتفاجئ ان صاحبتها ليان زبالة وكذبت عليها، ومفيش اجنبي ولا ترجمة، ده مجرد مدير صيني في شركة ليانج. وطبعا بترفض الشغل ده، ولكن زميلتها الزبالة بتسحب كل الناس من المكان وبتسيبها وبتمشي. وتشو بتبعت رسالة لخطيبها هاو علشان ينقذها، ولكنه بيقول لها انه هيوصل اكل المكان ومش فاضلها. والحيوان المتحرش بيقرب منها فبتصرخ بصوت عالي، وبالصدفة بيكون الندل خطيبها جايب الاكل ده للحيوان، وبيشوف خطيبته بعينه وهي بتستنجد بيه، ولكن الندل بيسيبها وبيمشي. ووقتها بطلتنا بتتعب وبترجع على بدلة المتحرش وبتضربه بالرجل وبتهرب من المكان، والمتحرش بيطلب من رجالته يمسكوها ويرجعوها له حالا. ووقتها بتكون تشو خرجت من المكان وبتجري وبتلاقي نفسها في حضن ليانج اللي بيشيلها من على الارض وبيلف بيها وبيخبيها كمان من رجالة الحيوان المتحرش. ولكن الغبية تشو اول ما بتشوف خطيبها بتسيب ليانج وبتجري وراه وبتعاتبه، وبتقوله ليه لما ندهت عليه علشان ينقذها طنشها ومشي. فالندل بيقول لها انها تستاهل اللي حصل لها. يا ترى بقى ايه اللي جابها في مكان زي ده وباللبس اللي هي لابساه ده؟ وبيقول لها ترجع البيت علشان عنده شغل وبيسيبها وبيمشي. وساعتها بيقرب ليانج منها وبيقول لها هي ليه بتعمل في نفسها كده، وبتذل نفسها كمان مع شخص تافه بالشكل ده. وبيقول لها انه مش راجل علشان هو لو كان راجل كان هيعرف يدافع عنها، ولكن بطلتنا الغبية بتفضل تدافع عن خطيبها. ولما ليانج بيزهق منها بيديلها الشمسية وبيلبسها كمان الجاكيت بتاعه، وبيحذرها من خطيبها اللي بياخد كل يوان بتكسبه، وبيعرض عليها تشتغل معاه في شركته للمشاريع الدولية في مجال الترجمة. وبيقول لها انه مش هيضايقها تاني
ومش هيظهر قدامها الا لما تحتاج له، وبيطلب من المساعد يوصلها بالعربيه وبيمشي. وتاني يوم في الكليه بتتفاجئ تشو ان زميلتها الخاينه ليان وزعت صورتها مع الحيوان المتحرش في الكليه، وطبعا نانا وشلتها بيتنمروا عليها. وكمان الحربايه بتتصل على مرات المتحرش وبتقول لها ان تشو بتغوي جوزها وانها لا مؤاخذه خطفت رجاله، والست بتنزل ضرب وتلطيش في تشو، والمساعد بيعرف ليانج اللي بيحصل لحبيبته تشو. ووقتها مرات المتحرش بتفضحها بشويه صور على تليفونها، وفي اللحظه دي بيجي المدير وبيقرر يطرد تشو من الكليه، ولكن مرات المتحرش بتطلب منها تركع وتعتذر لها هي وجوزها، يا اما تدفع لها 300 ألف يوان. فبتضطر المسكينه انها توافق، بس بيوصل الامر ليانج وبيثبت براءتها وبيطرد ليان من الكليه. ووقتها مرات المتحرش بتعتذر للرئيس ليانج وبتمشي، ولكنه بيطلب من المساعد انه يخلي عيله المتحرش تفلس، وبيقعد يعالج جروح تشو وبيقول لها امال كانت عامله البت الجامده ليه وضربته بالقلم؟ ازاي بقى واحده زي دي خرشمتها كده وما عرفتش تدافع عن نفسها؟ وبيعرض عليها كمان الجواز، ولكن المتخلفه واللي حامل منه بتقول له ان عندها حبيب. فالراجل بيتجنن وبيقول لها حبيب ايه اللي سابها ومشي ده؟ فبتدافع عنه وبتقول انه مشغول. فبيقرب بطلنا منها ولكنها بتبعده وبتسيبه وبتجري، فبيحس طبعا انه ضايقها وعلشان كده بيعتذر لها في رساله، ولكن بيتفاجئ انها عملت له بلوك. ووقتها بتكون المترجمه المشهوره ران رجعت الصين وهتتعاون مع افضل الجامعات لاطلاق برنامج تعليمي لتشكيل واعداد الجيل اللي جاي من الخلفاء الدبلوماسيين. وبنعرف ان المترجمه المشهوره دي هي ام ليانج، ولما بتكلموا عن موضوع جوازه بيقول لها انه لقى حبه الاول، ولكن للاسف هي مرتبطه وعندها حبيب دلوقتي. وساعتها امه بتقول له ما ينفعش يستسلم ويسيبها لحبيبها ده، وبتساله ايه الحاجه اللي حبيبته عايزاها او بتحبها جدا، فبيقول لها انها بتحلم تكون مترجمه. ووقتها امه بتطمنه وبتقرر تعمل مؤتمر الترجمه في الكليه مجانا من غير ما تاخد فلوس خالص. وطبعا هي بتعمل كل ده علشان تقابل تشو حبيبه ابنها وتساعدها تحقق حلمها وتقربها من ابنها. وفي يوم المؤتمر بنعرف ان المترجمه ران هي المثل الاعلى لبطلتنا وانها بتحلم تكون زيها في يوم من الايام. وبتقوم تشو تسال ران واللي هي ام بطلنا عن سبب حبها للترجمه وايه التحديات اللي قابلتها، فالمترجمه بتجاوبها على الجزء الاول وهي انها بتحب الترجمه علشان تساعد الناس تفهم العوالم اللي حواليها. اما السؤال الثاني الخاص بالقوه اللي سندتها لتحقيق حلمها، فبتقول لها لو مهتمه تعرف هي هتجاوبها على انفراد لان دي لا مؤاخذه امور شخصيه. ووقتها الحربايه نانا بتقوم وبتقطع كلام المترجمه مع تشو، ولكن المترجمه ران بتطنشها وبتروح لحد بطلتنا وبتقول لها انها معجبه بيها وبتعزمها تزورها في بيتها الليله دي. وطبعا تشو بتطير من الفرحه، ولما بتروح لبيت المترجمه بتحس ان البيت ده مش غريب عليها وزي ما تكون شافته قبل كده. وقتها ران بتقول لها انها في حياتها بالرغم من الدراسه والاجتهاد كان لازم تختار الناس اللي هيساعدوها في حياتها او في طريقها لتحقيق حلمها، لان ده شيء بالغ الاهميه والمفروض ان الواحده تدور على حبيب ينور لها طريقها ويساعدها تحقق حلمها وتلف العالم. وبتبدا تتكلم عن ابنها اللي ابوه دبلوماسي وامه مترجمه، يعني شاب ابن اصول وزوج مثالي ليها. فالبنت طبعا بتتفاجئ جدا، ووقتها بيظهر ليانج وطبعا الام بتعرفهم على بعض وتقريبا كده بتطلب منها انها تتجوز ابنها بشكل ظريف، ولكن بطلتنا الغبيه بتقول لها ان ابنها راجل ممتاز وفرصه كمان لاي بنت تانية، ولكنها عندها حبيب دلوقتي ومرتبطه. فالام بتقول لها ان عادي يعني يكون عندها اصدقاء كتير ولكن لازم تختار الزوج المثالي، ومش بتديلها فرصه انها ترد عليها. وبتطلب منها تروح الاستوديو بتاعها اللي على الشمال ده وتجيب لها شويه مذكرات مهمه جدا علشان يساعدوها في الترجمه. وبعد ما تشو بتروح تجيبها بتبعت ابنها يساعدها علشان الكتب دي تقيله على البنت. وبعد ما بيدخلوا بتقفل عليهم بالمفتاح وبتكون حاطه بخور مخدر في الاوضه، ما هي ما تعرفش ان الحكايه دي حصلت قبل كده بينهم والبنت اساسا حامل من ابنها، بس ابنها كمان ما يعرفش كل ده. ولكن لما ليانج بيتخدر وبيقرب من تشو بتضطر تعرفه انها حامل منه، فبيحافظ عليها وعلى الطفل. وتاني يوم خطيبها هاو هو كمان بيكتشف انها حامل وبيتعصب عليها علشان ما فيش بينهم اي علاقه، يبقى كده حملت ازاي؟ فبتحكي له كل اللي حصل لها يوم المسابقه وان في راجل غريب انقذها من تاثير المخدر. فالندل بيقول لها خلاص يروحوا بكره المستشفى علشان تعمل عمليه الاجهاض، وللاسف هي بتوافق علشان هاو انقذها قبل كده من خناقه. ووقتها بتوصل لها رساله من ليانج بيعرفها ان الموعد النهائي لمسابقه كاس اوكسفورد في الترجمه هيكون في نهايه الاسبوع، فبتطلب من خطيبها ياجل عمليه الاجهاض لبعد المسابقه وخطيبها بيوافق، ولكن تعملها بعد نهايه المسابقه على طول. المهم انها بعد ما بتخرج بنكتشف ان الولد ده خبيث ووراه حاجه مش تمام وانه عايز يحسسها دايما بالذنب. وبعدها وفي اليوم النهائي من مسابقه كاس اوكسفورد بتستعد تشو علشان تحضر المسابقه، وبيجي خطيبها الندل وبيشجعها بالكلام، ولكن لما
المطر بيبدأ وبتطلب منه يوصلها بيتحجج انه رايح يقابل صحابه على القهوة علشان هيلعبوا مباراة كرة قدم خماسية، فبتخرج علشان تركب مواصلات، ولكنها بتتفاجئ بالقمر ليانج جاي يوصلها، وكمان بياخدها يغير لها لبسها علشان يناسب الموقف بتاع النهارده. ولما بيوصلها بيديلها سماعة لودنها الشمال علشان تسمع كويس. ولما بتدخل مكان المسابقة بيجي لها تليفون وبتعرف ان خطيبها هاو اتعرض لحادثة وحالته خطيرة، فبتقرر تسيب المسابقة وتروح تطمن عليه. ولكن ليانج بيطمنها انه هيبعت حد يساعده وينقله للمستشفى ويبقى يطمنها عليه، وبيقنعها تكمل المسابقة وتحقق حلمها. اما ندلة هاو فبيتعفرت انها تدخل المسابقة وكمان قفلت الموبايل، ووقتها بتفوز تشو بالمسابقة. ولكن الحرباية نانا بتعترض وبتقول ان بطلتنا فازت عن طريق علاقتها بواحد من الحكام اللي في المسابقة، وبتهددها بالفلاشة اللي عليها فيديو العلاقة دي. وساعتها بيعترف بطلنا ان هو اللي في الفيديو مش واحد من الحكام، وده اساسا ملوش اي علاقة بالمسابقة. وتاني يوم بتروح تشو للمستشفى علشان تطمن على الندلة هاو، وبتعرف انه بيعمل الفيلم ده كله علشان يدمرها وما تبقاش مترجمة، وده لانه بيستفيد من شغلها وهي اللي بتصرف عليه. فبتقرر تشو انها تنفصل عنه وبتسيبه وبتمشي، وبعدها بتاخد شنطتها وبتخرج من بيته، وبتبقى مش عارفة تروح فين في التلج ده، وكمان مش معاها فلوس تسكن بيها او حتى تكفي اكلها. فبتبعت رسالة لصاحبتها علشان تستلف منها فلوس، وبتقول لها انها لما تبقى تشتغل هترجع لها الفلوس كلها. ولكن صاحبتها بتعتذر لها علشان ظروفها المادية مش ألطف حاجة. ووقتها ابوها بيتصل يطمن عليها علشان عارف ان في عواصف ثلجية، فبنته بتكذب عليه وبتقول له انها زي الفل وقاعدة بتاكل وكل حاجة معاها تمام التمام. ولما بيسألها لو كانت محتاجة فلوس هيتصرف ويبعت لها، بترد عليه وبتقول له انها شغالة بدوام جزئي والفلوس كتير والحمد لله. وبعد ما بتقفل التليفون وبتفتكر ان ليانج قال لها لما تحتاجه في اي حاجة تبقى تكلمه، فبتتصل عليه على طول وهو بيكون في طريقه للشركة. ووقتها بتيجي زميلتها الخاينة ليان وبتهددها بالسكينة علشان هي عرفتها على المتحرش واللي كانت هتكسب منه فلوس كتيرة خالص. ولكن بطلتنا فضحتها وتسببت في طردها، وكل ده بيسمعه ليانج، فبيطلب من السواق يحدد مكان حبيبته ويروح لها بأقصى سرعة. المهم ان تشو بتدافع عن نفسها وبتحاول تفهم الغبية صاحبتها ان ده ما كانش شغل، وانها كانت رايحة معاها علشان تشتغل مترجمة مش علشان تخالف القانون او تعمل اي حاجة حرام. ولكن المجنونة بتصمم تخلص عليها، وبطلتنا بتعرفها انها حامل بابن الرئيس ليانج، وانها لو لمستها مش هيسيبها وهينتقم منها. ولكن المجنونة مش بتصدقها وبتقول لها ايه اللي هيخلي مليونير زي ليانج يبص لواحدة زيها، وبتكون لسه هتضربها ولكن بيوصل بطلنا القمر. المهم ان ليانج بيأمر الرجالة يقبضوا عليها ويسلموها للشرطة، وبيروح هو على حبيبته وبيطمن عليها، وهي بتسأله اذا كان لسه بيحبها لغاية دلوقتي، فبيقول لها انه بيحبها دايما وهيحميها كل وقت، وبياخدها معاه على البيت. وهناك ام بطلنا بتزعل على اللي حصل لحبيبة ابنها، وبتقول لها ازاي ندل خطيبها يعمل فيها كده ويخدعها ويسرق كمان فلوسها، وبتطلب من ابنها يعلمه الادب. فبيطمنها وهو بيعالج جروح حبيبته ان رجالته عنده دلوقتي وقايمين معاه بالواجب وزياده، وفعلا بيكونوا الرجاله نازلين في ضرب زي ما انتم شايفين كده. وبعدها ليانج بيطلب من حبيبته انها توافق على الجواز، ولكنها بتقول له انها لسه خارجه من صدمه ومحتاجه شويه وقت. وامه هي كمان بتقول له انه لازم يسيبها براحتها، وبتطمنه انها حامل في ابنه، يعني في النهايه هتكون مراته، هتروح منه فين يعني. وقتها بتطلب تشو انها تنام في اوضه الضيوف، ولكن الام بتقول لها ان مفيش اساسا اوضه ضيوف، وكمان هي بتحب تنام لوحدها علشان نومها خفيف ومش بتعرف تنام مع اي حد. وبكده هي هتضطر تنام في اوضه ابنها ليانج. وتاني يوم ليانج بيدي كل الخدامين تعليمات جديده علشان معامله حبيبته الحامل، وبيطلب من المساعد يجيب لها شويه فيتامينات ومكملات غذائيه، ويبقى يودي لها الغدا في الكليه كل يوم من غير ما اي حد ياخد باله. وفي الوقت ده تشو بتصحى، واول ما بتقرب من ليانج امها بتتصل عليها وبتقول لها ان ابوها وقع من على الجبل وهو بيجمع المحصول، والطريق مقفول دلوقتي بسبب التلج ومفيش عربيه تنقله للمستشفى. فبطلنا بياخد التليفون من حبيبته وبيطمن حماته انه هيتصرف، وفعلا بيطلب من المساعد تجهيز طياره هليكوبتر وافضل طقم جراحين، وبيحجز له جناح في افضل مستشفى. وفعلا الراجل بيعمل عمليه جراحيه في المخ، وبيضطر ليانج يطلب اجازه اسبوع لحبيبته من الكليه، وكمان بيقعد ياكلها علشان صحتها وصحه الجنين. وبعدها بيخرج الدكتور وبيطمنها ان العمليه نجحت وابوها بخير. ولما بتدخل تطمن على ابوها، امها بتعرفها ان ابوها طلع الجبل علشان يجيب لها المنتج ده، وده لانه حس انها محتاجه فلوس. فبتعيط وحبيبها بيجيب لها مناديل، فبتقول انها حست فجاه انها ملهاش اي فايده بالرغم من دراستها للغه الانجليزيه علشان تكون مفيده لاهلها، ولكنها مش قادره تدفع حتى فواتير علاج ابوها. وساعتها بيقول لها ليانج انها مفيده جدا، وانها ساعدته زمان لما كان مجموعه من الرجاله ماسكينه وبيتهموه انه سرق محفظه واحد منهم
مكانهم، ولكن هي جت بالمحفظة وعرفتهم انها كانت واقعة على الارض. واخيرا الراجل بيعتذر وبيمشي، وليانج بيشكرها وبيروح جري علشان يشوف جدته للمرة الاخيرة، وبيقول لها لولا وجودها في الوقت ده كان زمانه عايش باكبر ندم في حياته، وبيقول لها ان مفيش اي حد مفيد في حياته اكتر منها، وبيطلب منها ما تفكرش في اي مصاريف علاج وانه هيتكفل بيها كلها، وبينزل على ركبته وبيطلب منها الجواز. ولكن ابوها بيفوق في الوقت ده بالذات وبينده عليها. الراجل ده ما كانش قادر يستنى شويتين ولا ايه؟ المهم ان ابوها بيقول لها توافق على ليانج علشان واضح انه بيحبها جدا. فامها بتقول له معلش هي مرعوبه شويه مش اكتر، وبتحكي له انها كانت حاسه انها من قريه جبليه وانه عمرها ما هتقابل حد كويس يحبها. فبطلنا بياخدها وبيروح بسرعه يسجل جوازهم قبل المكتب ما يقفل، وفعلا بيسجلوا جوازهم وبيشيلها لحد ما بيوصلوا للبيت. وبعدها بتعلن الكليه ان شركه ليانج طلبت مترجمين للانضمام لقسم المشاريع الدوليه بالشركه، وطبعا اختاروا تشو والحربايه نانا للعمل في الشركه. ووقتها بتقول لبطلتنا ما تفرحش قوي كده علشان هي اللي هتاخد الوظيفه. وبعدها الحربايه بتتصل على الندله هاو خطيب بطلتنا السابق، وبتقنعه انه لو اتخلص من حمله تشو اكيد ليانج هيسيبها، وده لانه كان مضطر يتجوزها بسبب حملها منه، ولكن لو مفيش طفل يبقى مش لازم يتجوزها. وفعلا في اول يوم يروحوا تشو والحربايه نانا لشركه ليانج، الحربايه بتطلب من بطلتنا الطيبه تجيب لها حاجتها من مكتبها التاني، وهنا بيدخل عليها الندل خطيبها السابق وبيديلها دواء بيسبب الاجهاض. والحربايه بتقول للجنه انها تعمل المقابله لوحدها علشان زميلتها تشو تعبت شويه ومش هتقدر تحضر المقابله، ولكن بتدخل عليها تشو وبتقول لها مين اللي قال انها تعبانه، وبتبدا المقابله وبتكون تشو متفوقه عليها. فبتقفل الحربايه الميكروفون وبتقول ازاي هي لسه موجوده وكويسه بالرغم من حبوب الاجهاض اللي خلت هاو يديها لها، وبتعترف بكل بلاويها ومحاولاتها للتخلص منها قبل كده. وبتكون بطلتنا فاتحه الميكروفون بتاعها واللجنه كلها بتسمع الكلام ده بما فيهم ابو الحربايه، واللي طبعا بيروح يضربها علشان هتودي عيلتهم كلها في 60 داهيه بسبب التهور اللي هي فيه ده. ولما الحربايه بتعرف ان اللجنه كلهم سمعوا اعترافها بتقول ان اللي عمل كده هو هاو خطيبه شو السابق، ولكن هاو بيعرفها انه بدل حبوب الاجهاض بفيتامينات، وده بالاتفاق مع الرئيس ليانج اللي كان عارف كل حاجه، وبيتقبض عليها وكمان بيتقبض على ابوها بتهمه تورطه في رشوه تجاريه والتهرب الضريبي. وتاني يوم بيتجمع اهل تشو مع بطلنا وامه علشان يتغدوا سوا، وبتفرح ام بطلنا بالخضار الطبيعي والغير ملوث اللي جابوه معاهم من الجبل، وكمان بتطلب منهم يعيشوا معاهم في نفس القصر اللي عايشه فيه بنتهم ويبقوا مع بعض عيله واحده. ولكن الناس بيتكسفوا وبيقولوا ان ما ينفعش يعيشوا غير في بيتهم اللي في الجبل. ووقتها ليانج بيديلهم سند ملكيه القصر بعد ما كتبوا باسم بنتهم، وبيطلب منهم يعيشوا معاهم وبيحتفلوا وهم فرحانين، والالعاب الناريه كمان بتبدا. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.